هل لو انا جيت Ausbildung تمام بمستوى البي اينز، هل هكون مغصوب ان انا اكمل مستوى بي 2؟ بص، لازم تكمل بي 2 ده اولا، ولازم بيشرط عليك في العقد ان انت لازم تاخد البي 2 في اول 6 شهور. تمام، فانت بتبقى عارف ان انت هتيجي تنضغط في مذاكره الاوسبيلدوج، وتنضغط في مذاكره اللغه، وتنضغط في كورسات اللغه، وطبعا في امتحان اللغه، لان البيتس فاي عموما اصلا في المانيا بيكلفك من حوالي من 4 ل 6 شهور. ده تكلفه زمنيه غير التكلفه الماديه. طبعا الكورس ممكن يوصل حوالي 500 600 يورو. تمام، اللي انت اصلا ممكن تاخده في مصر ب5 6000 جنيه او ب7 8000 جنيه. تمام، فانت دلوقتي جيت وحطيت نفسك في زون ان انت ضغطت نفسك في الوقت، وضغطت نفسك في المصاريف، وضغطت نفسك في المذاكره، لان كل ده بيبقى عليك انت. انت ممكن تقدر تجيب عقد Ausbildung بالبي اينز، مفيش مشكله خالص، ولكن هيتشرط عليك وهيتغصب عليك ان انت لازم تكمل بيتس فاي في اول 6 شهور، ولو ما غصبكش في اول 6 شهور هيقولك في سنه. طبعا مع ضغط اللغه، مع ضغط الشغل، مع ضغط المذاكره، طبعا الموضوع بيبقى صعب. مع الضغط المادي طبعا اكيد هيكون صعب، والامتحانات في المانيا صعبه جدا، ونماذج غير اللي انت بتشوفها في مصر. تمام، فانت خد البيتس فاي في مصر، دي نصيحتي ليك، خد البيتس فاي في مصر. تمام، وبعد كده فكر ان انت تيجي وتدور على عقد علشان تكون تيجي تدرس مرتاح، لان زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير ان الدراسه والمذاكره مش سهله جوه المانيا. بالتوفيق ان شاء الله، واشوفك في المانيا قريب باذن الله. ولو وصلت لحد النقطه دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر.